مساء الخير، عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض كشري مصري. عندي اول حاجه بدات بيها الميه غلت شويه، كنت حاطه شويه ميه في حله غلت شويه، رحت طبعا بنزل بالعدس بتاعي زي ما انتوا حابين الكميه زي ما انتوا عايزين يعني، بس اهم حاجه ان الميه تسخن الاول وبنزل بالعدس. وفي حله برضو تانية لوحدها زي ما انتوا شايفين الميه برضو بتسخن قوي، بروح نازله بالحمص وبوطي عليه كده على الهادي وبسيبه بقى ان هو يستوي براحته خالص. بعد كده زي ما انتوا شايفين يا حبايبي العدس كده خد غلوتين معايا، مش بكتر عليه اكتر من غلوتين يا جماعه، علشان برضو انا بحطه بعد كده بنزله على الرز والشعريه وكده، هما بيبقوا كلهم بيستووا مع بعض، فانا برضو ما بزودش السوا شويه. طبعا بروح جايبه حله فيها شويه زيت، بحط شويه شعريه تتحمر. طبعا ايدي فيها تقليب زي ما انتوا شايفين كده علشان تبقى كلها مديه لون ذهبي كده، كله لون واحد زي ما انتوا شايفين كده معايا اهو. ايدي فيها تقليب عشان يطلع لونها كويس ولونها موحد، يبقى كلها لون بعضها. بعد كده بغسل الرز كويس وطبعا بصفيه من الميه، بنزل على الشعريه كده بالرز زي ما انتوا شايفين. الرز المصري العادي بتاعنا بروح مقلبه طبعا الرز في الشعريه، بقلبه كويس جدا وبدخلهم في بعض وبتاكد ان الشعريه كلها دخلت في قلب الرز عشان ما تبقاش عامله طبقه شعريه من تحت ورز ابيض لوحده من فوق. لا، بقلب كويس جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده، بقلب كويس جدا قبل ما انزل عليه بالعدس وبالميه بتاعه العدس. طبعا قلبتهم كويس وشوحته كده حوالي دقيقتين زي ما انتوا شايفين. لو في قطرات ميه او اي نقط ميه بتنشف معايا في التقليب، اثناء التقليب بتنشف معايا والدنيا بتبقى زي الفل. او زي ما انتوا شايفين كده حاجه كده بصراحه تفتح النفس. يا ريت بقى ما تنسونوش باللايك الحلو والاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس على الكل عشان ان شاء الله يوصل لكم كل جديد. طبعا نزلت عليه بالعدس كده وبالميه بتاعته. الميه طبعا بني وجميله اهيت، يعني هو اصلا اول ما بياخد غلوتين معايا الميه اصلا بتتلون بلون العدس على طول، فبرضو اللي احنا ما نزودش عليه تسويه عشان العدس برضو ما بيتحملش وكده، بيرجع يكمل سواه مع الرز والشعريه. طبعا بظبطه بقى كده ميه كده، ظبطوا بقى الميه بتاعه العدس، ملح كده، مرقه دجاج، كنا احط مكعب مرقه دجاج عشان يبقى كده برضو له طعم، ويبقى له طعم معايا ومسكر كده، ويبقى حاجه كده تفتح النفس. طبعا ما بزودش ميه قوي لان برضو العدس بيبقى مستوي معايا نص سوا، فما ينفعش ان انا ازود ميه الرز قوي. زي ما انتوا شايفين كده بروح معليه النار عليه لحد ما بيتشرب، ببدا ان انا اهدي النار عليه بقى واسيبه يستوي براحته. وطبعا زي ما قلت لكم الحمص كده مع نفسه على الهادي كده لحد ما بخلص حاجه الكشري كلها بيكون هو استوى، او كده الرز اتشرب معايا ببدا اهدي عليه زي الشمعة. والحمص اهوت ما خدش حوالي نص ساعه على البوتاجاز او تلت ساعه بقى زي الفل. طبعا بجيب عشان اعمل الصلصه، بجيب حله احط فيها شويه زيت واحط فصين 3 توم عليها. طبعا انت عايزه تزودي التوم زودي، هو الكشري برضو صلصه الكشري بتحب التوم كتير شويه. بروح حاطه شويه زيت وبحط فصين توم يدبلوا. بعد ما التوم بيدمج معايا كده بروح نازله بالطماطم بتاعتي، اكون طبعا مصفياها نازله بالقوطه او بالطماطم بتاعتي بقى زي ما بتسموها. ما تنسونوش يا حبايب قلبي باللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد، وبتعليقاتكم الايجابيه الحلوه المحفزه اللي دايما بتخليني ان انا ارجع اصور فيديوهات تاني واعمل معاكم لايفات حلوه. احلى اخوات في الدنيا، يا ريت التشجيع والتدعيم منكم. نزلت عليها بالطماطم اللي عندي طبعا زي ما انتم شايفين كده، ملاحظين ان انا مصفياها الاول. ممكن احط نص مكعب مرقه دجاج برضه عشان انا بحب الصلصه كده طعمها مسكر وحلو، وبروح برضه مغطيه عليها واسيبها برضه ربع ساعه كده مع نفسها بتتسبك وتبقى زي الفل. بعد ما بتسبك طبعا بحط شويه ملح، بهارات، فلفل اسمر، اي توابل انت حباها بتحطيها، شويه كمون. الصلصه برضه بتاعه الكشري بتبقى حلوه الكمون فيها قوي، بيديها نكهه حلوه. عايزه طبعا اعمل الدقه، اقول لكم على طريقه دقه سهله جدا. دقه الكشري بحط شويه زيت واحط فصين 3 توم برضه زي ما انتم شايفين. ايدي تقلب فيه عشان طبعا برضو هو حساس ما يتحرقش مني، ايدي تقلب فيه لحد ما بيدبل. بعد ما بيدبل بروح نازله بشويه خل زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي. طبعا ما اقدرش اقول لكم بقى ريحه الثوم بالخل كده حاجه تحفه يعني تفتح النفس بصراحه. طبعا انا الخل كان عندي مركز فرحت مزوداه بشويه ميه علشان ما يبقاش برضو، وعندي برضو ولادي وكده مش هيستحملوا طعمه يعني، فانا بخففه شويه بشويه ميه زي ما انتم شايفين كده. وبعدين احط بقى شويه ملح، بهارات، ليمون، كمون. دي التوليفه الحلوه بتاعت توابل الدقه زي ما انا قلت لكم كده، ملح واحط شويه بهارات اهو زي ما انتم شايفين، واروح عصره ليمونه او اروح حاطه شويه كمون في الاخر، بتبقى ريحتها ما اقدرش اوصف لكم على جمالها حاجه والله بجد. اكله الكشري المصري دي جميله جدا، جربوها وهتعجبكم او هتعتمدوا الطريقه يعني، وان شاء الله تحبوا الكشري المصري.
طبعا هي اكله مشهوره جدا عندنا في مصر ومحبوبه يعني، مفيش حد ما يعرفهاش عندنا في مصر. فجربوها وقولوا له رايكم برضو، ويا ريت ما تنسونوش باللايكات الحلوه وبالتدعيم وبالتحفيز ان شاء الله، وربنا يوفقنا باذن الله، وتدعوا لي ان شاء الله بالتوفيق، ومستنيه باذن الله تعليقاتكم الحلوه. بسيبها بقى على نار هاديه كده شويه، علشان برضو ايه ان الثوم يغلي برضو في الخل، والخل يغلي شويه وفي التوابل وكده، ويبقى طعمها حلو. بعد كده بروح حاطه شويه زيت زي ما انتم شايفين في طاسه صغيره. انا ما بزودش التقليه قوي بتاعه الكشري، بحط شويه زيت بس. اقول لكم على تكايه حلوه دلوقتي هتخلي التقليه زي بتاعه بره بالظبط، ومقرمشه وحاجه كده كريسبي وجميله جدا. او بحط شويه زيت، يعني شويه زيت معقولين كده برضو على قد البصلتين اللي انا مثلا بعملها. كنت عامله حوالي بصلتين، بقطعه كده طرنشات كده صغيره او رفيعه زي ما انتم شايفين كده. طبعا الرز اتشرب معايا، رحت موطيه على الاخر، والتقليه اتعملت معايا اهوت. حطيت حبه ملح ابيض عليه ومعلقه نشا. نحط معلقه نشا كده ونقلبهم في التقليه او في الطاسه اللي بعمل فيها التقليه، هتلاقي التقليه مقرمشه جميله جدا زي اللي بره واحسن كمان. جربها يا حبيبه قلبي وقولي رايك. دلوقتي بقى انا كنت حاطه ميه في حله كبيره، وكنت حاطه شويه ملح وشويه زيت، تمام. ورحت حاطه بقى، انا بستعمل نوعين مكرونه بس، اللي هي المرمريه الصغيره والاسباجيتي زي ما انتم شفتوا معايا. بسيبها حوالي 5 دقايق كده وبرفعها من على النار، وهو تاكلوا احلى طبق كشري. كشري مصر ده جميل جدا يا جماعه، جربوه. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد. يلا اشوفكم على خير.